لما يقعد القمر مكتمل وواضح المعالم، تبان علينا في جنبه ندبة غامقة. لهذه الندبة حكاية، لكن قبل نحكوها خلونا نسأل هذا السؤال: لو وقعت مبارزة بين قوة الأمومة وقوة السحر الأسود، من حينتصر؟ في البدء كانت الحكاية، والحكاية في الحكاية إنها مش ديما محايدة، كثيراً ما تكون محملة بأسئلة تختلنا وتلفت انتباهنا. في أصل الخرافة نحاول نحكو خرافة الخرافة وننقبوا عن الأسئلة المدفونة. المكان معلوم، الزمان ليلة اكتمال القمر، الحدث مبارزة بين الأم وبين الساحر المعروف في القرية الأمازيغية. يجتمع أهل القرية والقرى المجاورة يترقبوا قدوم الأم. الساحر على عادة الواثقين يوصل قبل الموعد بالأسمال والسبح والثعابين. توصل الأم نموذجية على عادة الأمهات، يعني تلف وسطها بقماش أبيض، تكشط محرمتها ربطة من فوق، في يدها اليمين ضرابة عجين، وبعد لحظات ترقب تبدأ المبارزة. الأم تحكي تقول: بما أنك ساحر عظيم، نزل القمر من بين الغيوم وناسا رد مكانه. الساحر يقول لها: وليش ما تنزليه انتي؟ نزليه ونالي تو نرد مكانه. تقول له: به، ترفعينها للسماء، تقول للقمر تعال، يجيها وسط دهشة كل الحاضرين. ينزل القمر للأرض متمثل في هيئة جمل، لكن ليش جمل تحديدا؟ كيف ممكن لهذا الكائن اللي قد يقترن سلوكه بالشرود والنفور إنه يكون نفس الكائن السمائي المقترن بالهدوء والسكينة؟ هل لأن الجمل بالإضافة لشروده ونفوره وصعوبة مراسه يمتاز أيضا بالصبر وضبط النفس، وهي صفات قد يتسم بها القمر أيضا؟ في هذه الحلقة بنحاول ما أمكن نخفف الأسئلة ونعطي فرصة أكثر للاسترخاء والاستماع للحكاية. قلنا ينزل القمر ويكون على هيئة جمل. الأم تقول للساحر: هذا القمر ونزلناه، هيا أرده. هنا يعرف الساحر إنه في ورطة كبيرة، يستعمل كل التعاويذ اللي يعرفهن، يستحضر كل العفاريت وعواصف الرمل، يقرأ كل الطلاسم المكتوبة في الكواغط اللي معاه، ولا القمر بيتحرك شبر. يبدو عجز الساحر واضح. هنا الأم تتدخل للمرة الثانية، تضرب جنب الجمل بضرابة العجين. من قوة اللطمة يرد الجمل للسماء، يرد كيف ما كان قمر. يقولوا لما يقعد القمر مكتمل وواضح المعالم، تبان علينا في جنبه ندبة غامقة، هي أثر ضرابة العجين. هذه الندبة شاهد على انتصار الأم على قوة السحر الأسود. المرة الجاية حنحكي لكم حكاية هي أيضا عن الأم، لكن تحديدا عن حزن الأم لما يتجلى في ظاهرة طبيعية.